السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم يا لاله ان شاء الله بديت لكم بواحد الطوال اللي دايزها الكلام. المهم اليوم ماشي روتين، ماشي شقا، ماشي روتين، ماشي المهم داكشي مخلطه الدعوه. المهم خليكم معايا اليوم. مني فاق راجلي قال لي راه غادي تشري لنا مروه شي طوا تكون ناضجه ديال الفران، ما تشريه لا مقلي لا والو، بغيناه في الفران. ايوا المهم هاد الطريقه هي اللي كتعجبو، ولكن جربوها على حسابي راه ما تشبعوش منه. كيجي كانه مشوي فوق يعني بحال مشوي فوق الفاخر، كيجي واعر. ايوا المهم هو اول حاجه بديت بها، لا هنا ماشي اول حاجه بديت بها، طبيعه الحال فطرنا وغسلت الماء عند الفطور وقاديت المسائل. هنا راه حتى قربنا نتغداو، حيت الحوت راه دغيا طيب، ما كيشدش زعما ليد بزاف، يعني دغيا تقريبا ربع ساعه بحال هكا، نص ساعه صافي تيطيب، ما كياخذش ليا الوقت هنا. ايوا المهم منين دخلت الطاوله درت شويه، المهم الملحه، هي الملحه البنات، الملحه دجوراها في الاول، انت تفرشوا الحوت عاوتاني دجوراها من الفوق ودخلوا الفران وردوا عليا الخبر. ما تشبعوش من هذيك الطاوه، كتجي على مزيناتها. ايوا المهم انا دزت ثاني صاوبت البوطه ديالي، مسحتها مزيان. ايوا اخيرا قلت اليوم البوطه ما غاديش نطيب فيها شي حاجه من هنا للعشاء، علاش ما نضربهاش ليها بواحد المسيحه وبواحد الحكه تكون ناضيه. واخا خصني نشري لها داك البرودوي سمحوا لي، داك البرودوي ديالها باش يحيد لي داك الدهون وداك الشيء، تيسهل عليا شي شويه، ماشي كي بحال. صافي هنا دزت لدوك الريوس ديالها كحلوا ليا نيت بالمعقول. ما نكذبش عليكم، راه ما نقولش لكم انا راه حادقه وديما انني خصني نحكم بالجيكس وديما خصني، لا، غير الا تسخوا ليا ماشي ديما، مره في السيمانه نقدر نقول لك، مره في جوج سيمانات عاد كندير لهم هاد الحكه. اما انه ندير لهم زعما الحكه هكا عاديه بالتيد وسميتو هذاك يوميا، ولكن هاد الحكه هادي انا تنديرها لهم مرات حتى لجوج المرات في السيمانه باش تحيد هاد الكحوله وهاد الشيء. ايوا هاد الشيء اللي عطا الله، هاد الشيء اللي كاين. ايوا المهم قلت نشارك معكم الفيديو ديالي كيف ما هو، وغادي نبان لكم دايره اللي قات. راه ما نعاودش لكم وحق الله الا تقهروا لي يديا في هاد الشتوى. عندي انا نيتيه حساسين، وانا راه ما نقدرش نشقى الا ما كان جابر. شكون هي اللي بحالي؟ راه ما يمكنش نغسل الماعن وما يكونش عندي جابر في الدار، وما يمكنش نسيق وما نسيقش بجابر، لدرجه انني تي صافي تنحس بهم صافي تحفروا ليا. الجيكس هكاك تتشقق ليا ضفاري، حلفات السلك صافي تقهرت وما نشريهم. وحق الله الا رحمه الله، انا اي واحد الحاجه ما عرفتش نغسل بهم الماعن. جيت بغسل بهم واحد جيت بغسل بهم واحد الطشمات الماعن، يلا بديتها مع البديه مع طرطقت الكاس، زلق ليا من التيه. ايوا قلت والله العظيم الا زين هاد القضيه، ايوا انا نحطهم كاع، قلت نخليهم الا هادشي الا كانت شي هكا بغيت نحك شي هكا بالجيكس ولا شي حاجه، ما شي حاجه الكيسان وهذا، لا ما مسلكانيش، لا ما نخلي ريتي هكاك وصافي نكمل وندهنهم ودايزه عواشر. ايوا المهم انا ندير واحد الشليضه اللي خفيفه ظريفه اللي رافقه مع داك الحوت اللي قاتيت. فيا ما ندير شويه زعلوك وندير شي حاجه هكا، ولكن داكشي والله ما غادي يتكال. ايوا المهم منين سولت راجلي قلت ليه واش ندير شي حاجه هكا، قال لي ديري لنا البصله ومطيشه، ديك الشليضه المعلومه. قلت ليه صافي. ايوا المهم دزت دغيا قاتيتها وسهله نيت سهله. سهله ما فيهاش تماره، دغيا حتى درت عليها ودرت لها القوام ديالها صافي. وهي اللي رافقت كما قلت لكم، هي اللي رافقت مع ديك الحوت. والصراحه جاني عشاء. شتي بالنسبه عشاء غدا تلفانه البنات الغدا. شتي بالنسبه اللي عندها الشقه كتير، واللي مثلا ما مسالياش وهذا، تنصحها بهاد الغديوه اللي في دقائق دغيا سهله، ما فيهاش تماره بزاف، فهمتي؟ دغيا تكمليها. ايوا هانتوما الطوا ديالي هي ناضيه، هانتوما شوفوا كي تتبان راه تتشهي. صافي رافقت مع هاد الشليضه اللي خفيفه ظريفه صافي. وغديوه نقول لكم من داكشي زعما بدون نقاش الغدا واعر. ايوا صافي هنا منين تغديت وكملت وجمعت، نتصلت هذوك المعينات اللي خفاف ظراف ماشي معين كتار، غسلتهم وحطيتهم يتسقطروا. ايوا انا نجي لواحد مولاتي الشبكه عامره حوايج،
يلا نزلتهم من السطح. ايوا صافي وقلت نحيدها عليا، ما كاين لاش نعكز عليها الصراحه، كتبي تمشي نتكا شي شويه. هاد البرده ولا شي عكزنا، ولكن ما تعكزوش، نوض واللي عندها شي ركنه تنوض تجمعها، واللي عندها شي شبكه الصابون ما طاوياهاش تنوض طويها واللي عندها شي ماعن عامره السويريجه تنوض تغسلهم. راه العجز ما كاينلاش، راه كيما تنقول لكم في اي فيديو، راه النقا راه ما كاين ما احسن منه. راه سبحان الله العظيم، انت الا كنتي مثلا غير قاعده وجا عندك شي حد على غفله، تلقى كلشي امورك هذا. هنا راه قاعده تنشطحي بوحدي، راه طلقه التلفازه راه الحماق فيه وفيه، ما تجوش عليه. ولكن مره الانسان والله العظيم اللي قال هذاك ماشي ديما بنادم الشيء كي تيقولوا لا تلقاها تسرح، منين بنادم يفوج على راسو صافي. والله ما تبقاوش ديما هازين مشاكل ماشي تظهر مخطا مشاكل، والله العظيم لا تظهر مخطا مشاكل، ولكن والله العظيم حاولوا تنشطوا تضحكوا. راه اليوم احنا عايشين، ولكن غدا راه ما عرفناش واش غادي نصبحوا ولا ما غاديش نصبحوا. يا اما كما قلت لكم عيدوا عيشوا عيدوا زعما عيشوا نهار بنهاركم، استغلوه في الحوايج الزوينه، في الصلاه. تنقول لكم حتى الصلاه اللي مهمه، ماشي هي النشاط وسميتو حتى الصلاه. تصليوا البنات الصلاه قسما بالله الا ربي تيكمل عليكم في شحال من حاجه، وربي تيسر لكم امركم في شحال من حاجه. الصلاه شي حاجه اللي مهمه في الحقيقه. قال انا ما كنتش صراحه تنصلي وتنقطعها تنصلي، ولكن دابا الحمد لله شتيتها، وكنتمنى من صدر ربي وكنتمنى من الله انني نبقى ديما شاده ما نقطعهاش. ايوا لا حاشمنا هادشي اللي كاين. ايوا نتوما شفتوا راه ما باش يساليو هاد الحوايج. راه انا قاعده حاجه عندي ندير الشغل كله الا الحوايج الا الحوايج راه ما تنحمش نطويهم. يلا حتى راه تنطوي داك الطوي تاع من هنا دازو حيت راه ما عنديش مع شي حاجه سميتها الطوي، راه درت هذيك القضيه نتاع فت وصافي. المهم باش نتسمى راه طويتو ما حيدتو، راه ما تنحمش راه نطوي شي حاجه سميتها الحوايج. اي والله يعفو علينا هادشي اللي كاين. ايوا انا نستني العشيوتي هنا البنات بغيت نشارك معكم واحد الكغاتا اللي غزاله والله العظيم الا زوينه. راه ماشي اي حاجه صاوبتها لكم حيت مصاوبه انا، راه زوينه والله. الا كنهضر معكم الا بصح راه كندير لكم داكشي اللي كنشارك معكم، داكشي كندير في داري راه بسيط، راه ما فيهش مصاريف كثيره ولا فيه مثلا داكشي كثير. انت باش سخاك الله انت واللي قال هذاك وجهدك. هنا واحد الكغاتا درتها زوينه بهذا بالدجاج وبطاطا وهذا وصوص بيشاميل والفرماج. راه ما تشبعوش منها، خصوصا الا عندكم وليداتكم ولا سميتو، راه تليق لهم وصحيه. هي صراحه بالنسبه لاصوص بيشاميل تكون شويه فيها هادشي، فيها الدهن بزاف وهذا، ولكن والله الا درتوها مره في شحال راه زوينه. المهم هنا كيما شفتوا راه الدجاج صاوبطو. هنا راه درت لاصوص بيشاميل، درت معلقه الزبده، معلقه الفور، شويه البزار، شويه الملحه، وكندير الحليب صافي، وكنبقى كنحرك حتى تعقد ليا لاصوص ديالي. والدجاج راه شفتوه درتو مع واحد البصيله صغيره والبزار وشويه ديال الملحه. وإلا لقيتو دوك التوابل ديال تاكوس ديروهم تيجيو واعرين خطيرين. صافي هنا راه بغيت نقاده باش ندخلها الفران. بطاطا راه غير صوطيتها، درت ليها قطعتها مربعات صغار، وانا نديرها في المقله، درت شويه الزيت وغطيتها بواحد الغطا وخليتها كيرجع لها داك الدخان تماك فيه تطيب. ما تقليوها ما تسلقوها ما حتى شي حاجه، هكا تجي طوب صافي. وكتزيدي عليها سميتو فيها الهضره كثيره ياك. المهم انا بنشرح لكم. المهم تديروا فوقها الدجاج وكتزيدوا ديك لاصوص بيشاميل صافي. المهم والفرماج، بالنسبه للفرماج ديروا الحمر، ديروا تيلا عندكم داك ديال الساندويتش ديروا حتى هو راه زوين، حتى هو كيبنن هذا. بالنسبه لي ما عندكمش فرماج احمر، انا عندي واحد شويه الفرماج احمر هنا حكيتو جا من مورا واعر. عرفتي تبارك الله بنتي كلات فيها، حيت بنتي عزيزه عليها اصلا الحاجه اللي فيها بطاطا، بنتي تتحماق عليها تقول لي زعما الحاجه اللي فيها ماما بطاطا عطاها ليا. ايوا درتها لها والله الا زعما كلاته في العشاء. ودرت معها واحد العصير ديال الليمون والبنان، جا حتى هو رائع ما نعاودش لكم. ايوا صافي هادشي اللي كاين وصافي. هنا راه غادي يسالي الفيديو ديالي. كنتمنى من الله اللي يعني تكونوا بخير وعلى خير، وتكون صحيحتكم كلها مزيانه في هذا البرد. وما تنساوش عافاكم اللايكات ديالكم والكومنتات الزوينه اللي كتجي تشجعني كتر كتر. ونتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وتهلاو في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.